الرواية في كتاب الكافي للكليني الجزء الأول الصفحة 260 الحديث الخامس. اسمعوا لماذا استشهد الإمام الكاظم. هذا الحديث أن واجب عليه أن يطأطأ كل شيع رأسه حسرا. علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: شو يقول؟ إن الله عز وجل غضب على الشيعة. الإمام سلام الله عليه يقول: إن الله عز وجل غضب على الشيعة فخيرني نفسي أو هم. تريد تبقى عدل ويكتب على الشيعة العذاب، لو هسه تكفر عنهم وناخذ روحك. شفت؟ فخيرني نفسي، ميعادك وقتك الآن أم غضب الشيعة؟ فخيرني نفسي أو هم فوقيتهم والله بنفسي. الإمام الكاظم سلام الله عليه الظاهر استشهاد الإمام الكاظم وهو مسموم. لماذا؟ تضحية ثاري. مو بس عندنا أبو عبد الله ضحى على مودي وعلى مودك على مودي يوصل للمذهب ويوصل للدين، ثار عندنا أيضا الإمام وكل الأئمة. الإمام الكاظم يقول: خيرني الله فخيرني نفسي أو هم فوقيتهم والله بنفسي. سبحان الله. سلام الله عليك يا مولاي يا موسى بن جعفر. نشوفوا الأئمة شلون عندهم مواقف ويا شيعتهم، شلون عندهم مواقف ويا شيعتهم ومع محبيهم. طبعا هذا الحديث المتواتر بعدة أسانيد، وإن ورد عن بعض أصحابنا في مورد آخر فيه أسانيد أخرى ونقلوه الكثر نقلوه. نسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا من شفاعة موسى ابن جعفر سلام الله عليه.